الناس دي ليها وجود هنا، ليها وجود في الشرق الاوسط. يعني ناس من بولندا واوكرانيا اللي وجود اتطردوا في دول الشرق. كانوا كام مخيم. وبعدين هو كلام في الحته دي شائك، بيجي فيه حته العاطفه. وانا بصراحه مش مع التدخل العسكري لمصر. انت ما تقدريش تتدخلي تبعاته عسكريا، بس الاقتصاديه شديده، تبعاته اصل الاقتصاديه مش سهله. ده مش مش زي بتاعت خيار اقتصاد بالنسبه لك. بس امم لما يكون ده وضعك بقى اعترفي بعجزك، ما تقعديش تقولي احنا مالناش دعوه. لا، هو انت ما تقدرش تتدخل اساسا عشان يبقى ليك دعوه ولا مالكش. انت عاجز، اعترف انك عاجز واقعد جنب الحيطه. انت دلوقتي دوله تقعد جنب الحيطه بس. تقرفناش بقى تفهمنا انك انت ايه بمزاجك. لا، انت مفيش حاجه بمزاجك حاصل. انت دوله ملهاش لازمه. ده هو ده الكلام ده انا بقول لك ايه، مش انا بقول السيساوي ومش السيساوي وبتاع وانا بقى بس انا بفهمك بقى ده الواقع على الارض. وبعدين اصلا الموضوع ده مش هيجيب نتيجه. يعني الكلام فيه خلاص يعني. بس الى كل الاخوه يعني ايه، مهدوا نفسكم بقى للعصر الاسرائيلي القادم. استمتعوا بيه. يعني وعلى فكره مفيش حاجه ما اتحلت. بين والمواضيع زي موضوع استراليا وبتاع هيزداد. يعني وبعدين من ضمن برضه الامور يعني، بس هي مش عايز اتوسع ده. غزه دي كانت تحت الاداره المصريه اساسا، يعني هي غزه دي متاخده مني من مصر من ضمن يعني. الموضوع مأساوي. والسبب اللي وصل دوله انها تبقى عاجزه بهذا الشكل هو مجموعه البهايم اللي هم خريج الحربيه بقى بصراحه. من ضمنهم حتى السيسي، من اول بقى عبد الناصر وانت طيب، طبعا. هل تستطيع ان تحارب امريكا وحدك؟ لا. القضايه، ما هو انا مش هل يعني تثق ما في هو المحيطين بك؟ لا. دول المحيط؟ طب لا. انا اسالك سؤال تاني، هل استطيع الاضرار بمصالح امريكا؟ يس. وسائل كتيره جدا. بس هي امريكا شايفاك نايم على بطنك، انت مش بتعمل اي حاجه. انت نايم على بطنك فتعمل ايه ما هي ايران ايه؟ ما ايران ضربت اسمه لا، لو جمعتي بقى كل دول بكل ممراتهم المائيه وبكل المجانين اللي في المنطقه وكل ولاد دين الكلب، لا الموضوع بيبقى مختلف. انا ممكن اعطل لك مصالحك او اديك 60 دقيقه اخليك تتجنن. يعني ما مش عايز نجيب امثله. عيل تافه زي العيال بقى بن لادن ومش عارف الفيلم اللي عمله ده. امريكا لفت حول نفسها، امريكا دخلت في افلام بسبب الفيلم ده خسر فيها تريليونات. ده معين. انت متخيله يعني. ما هو ده دخله في افغانستان ودخله في العراق، شوف بقى خسائر قد ايه ماليه بس الفلوس. ان انا هلففك حول نفسي. الفيلم ان انا فكره ان انا اقعد عاجز، انا ما بعملش الا انا مش بمقدور اي حاجه. لا 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 لا. انت عايز تفهميني 300 400 مليون لا يستطيعوا فعل شيء، يمتلكوا هذه المساحه من الارض وقاعدين لو هم في دماغهم عقل ان هم لا يستطيعوا اي شيء. هم عجزه بالفعل، بس العجزه المتهم الرئيسي في عجزهم هو الاسلام. المتهم الرئيسي ان هم بيطلعوا يقولوا لهم حكامه لازم يركبوا على ظهورهم. لو انضرب ظهرك واخذ مالك، حول المسلمين لقطيع ابن وسخه حقير وضيع. هم بهذا الشكل النهارده. على مدار التاريخ الاديان بتعمل كده في اتباعها. لا، بس بصراحه المنظر اللي شايفه النهارده ده يعني مدى الحقاره والوضاعه اللي في المسلمين. لا ده شيء. يعني اللي بيتريقوا بيقول لك الملحدين الفيتناميين كان جزمتهم برقبه لا اله الا الله دي كلها اللي وقفوا وحاربوا. مش دول ملاحده وكفره وشيوعيين ولاد وسخه كانوا بيحاربوا. انتوا شويه خراف حولوكوا شيوخكم لشويه خفان فعلا. حكامهم نفسهم اللي مسيطرين عليه. طب انا عايز اسال سؤال، ازاي السيسي ده بجيش وشرطه عره زي دول بيسيطر على الجماعات الاسلاميه والاسلاميين في مصر ملايين؟ يعني دول لو ممكن يولعوا البلد فعلا، بس هم عمرهم ما هيتوحدوا. لان الاسلام كدين حقير ووضيع ممكن اللعب معاه واللعب فيه. ده هيطلع يقول لك بقى راي، وده يشتم وده يتخانق وده يضيع الطاسه على راي الشوام. ولا حد هيتحرك ولا حد هيعمل حاجه، رغم ان هم لو اتحدوا ممكن يولعوا في البلد والسيسي ده يطير في يوم. بس هو مش هيحصل كده لان ده دين حقير ووضيع، وهو اللي بيوصلهم لنا هذه النتائج. يقعدوا يتخانقوا مع بعض ويضربوا في بعض وجبنه واولاد وسخه حمقى، ولا عمرهم يعملوا اي حاجه. طول ما الدين ده موجود في مزروع فيهم. هتقولي لي حماس ما هي دينيه، ما هو ما عندهمش حاجه تاني يعتمد عليها. انت يعني مثلا حماس دي لو اديتيها طيارات F-35 هتقول لك لا.
بس هم ما عندهمش حاجه تاني بقى غير بقى شويه الايمان والدين ونجاهد وبتاع. ما هو عايز. هل الفلسطينيين طالعين يجروا في العالم يموتوا في اليهود قبل كده؟ هل ده كان بيحصل؟ يعني هل الفلسطينيين مهتمين اساسا بمطارده اليهود في العالم عشان ابن احبق ليه؟ هتلر العالم لا. ازاي؟ لا ده الثاني ابن الاحبل اللص الثاني الحرامي اللي اسمه نتنياهو، يقول لك ايه؟ امين الحسيني هو اللي وز هتلر على اليهود. وحتى لو هو اللي يعني كمان لو كان هتلر مستني امين الحسيني، هتلر اللي كتب ماين كامف من العشرينات اللي فيه الكلام ده، يعني هعمل ايه مكتوب يعني. لا كان مستني امين الحسيني عشان يقول. انسى. دول لصوص ولاد وسخه. بس يعني من حظهم الجيد وقعوا مع دول. لو كانوا وقعوا مثلا مع الفيتناميين ما كانش حصل كل ده، ما كانش حصل. بس بقى ايه، حظهم وقع مع بهايم للاسف يعني. يلا. احلى يعني بصراحه احلى رأي سمعته النهارده. آه رأيك في تكفير المشايخ الجدد